أهلا وسهلا حبيباتي، عدنا والعود أحمد، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة لا تعد ولا ترد ولا يعلم بفضائلها أحد. لكل اللي سأل عني واللي ما سألش، سألت عليكم الأيام الطيبة والعافية والصحة. أنا الحمد لله أتحسن، الحمد لله بخير. وعكة صحية خفيفة. وطبعا جميعنا يعرف إن دور البرد عندي هي يختلف اختلافا كليا عن دور البرد عنده هو. فدور البرد عندي هي حبيباتي آخر حباية بنادول، وأنا زدت عليه بالفيتامينات اللي باخدها، فيتامين د وفيتامين ب 12 عشان أقدر أقوم أخدم العيال. والحمد لله الحمد لله. سألت عليكم العافية والأيام الطيبة حبيباتي، ودمتم في صحة وعافية. أشكركم شكرا جزيلا. الفيديو ده يا حبيباتي مليان أفكار، يعني إن كانت بالتصوير وإن كانت بالكلام، ففضلا وليس أمرا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ولايك وشير عشان ننفع الغير. إن كبر ابنك داريه. حكاية النهاردة يا بنات عن عم الجنايني اللي كان بيشتغل في مزرعة، يعني عند ناس يعني، وكان هناك أحد المهندسين المشرفين على المزرعة دي. وقبل ما أحكي الحكاية حابة بس أوضح توضيح عن تعليق جاني من أحد الحبيبات بتقولي إنك يعني في الحكاية الأخيرة عن ريم، وريم باختصار اللي هي عملت خطة مع شيطان من شياطين الإنس إن هي تصور له كل بنات العيلة، وإن هي تصور له أو تغوي له بمعنى أصح كل رجال العيلة عشان يقدر يعني يلوي دراعهم بمعنى أصح عشان يطلقها من زوجها ويتجوزها. يعني هذا باختصار فيديو الحلقة الفيديو اللي فات بتاع ريم، اللي هي كيف تفكر الشياطين أو إزاي بتفكر الشياطين. عامة يا حبيباتي، حبيبتي بتقولي ليه بتشهري بالناس والقصة لا تعنينا بشيء. طيب أنا مش هقولك، أنا هقولك ولا أعدلك، أنا أقولك القرآن بيقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره. أنا مش قاعدة أفتش يا حبيبتي في خصوصيات حد، الناس دي عملت حاجات غلط قدام خلق ربنا كلها، وهذا بالفيديوهات يعني. فأنا من واجبي أنبه، أنا بنبه الناس على الغلط يا حبيبتي، بنبه المسلمين على الغلط، المسلمات هذا ما يعنيني. أنا أنبه أختي اللي زيي على الله حكايتها، والله وما بعد الله قسم. لو اديتيني عمر على عمري عشان أتخيل إن بنت عم الولاد تقعد مع الولاد في أوضتهم وتصور بناتي وتبعثها لشيطان آخر عشان يلوي دراع أبوهم إن هو يتجوزها، والله ما هصدق ولا كنت في يوم من الأيام أتخيل. فأنا ببعت الفكرة أو ببعت فكر هذه أو بوري فكر الشياطين دول وبقول يا بنات خلي بالكم. أضعف الإيمان أنا كهناء هعمل إيه؟ همنع التصوير في أثناء وجود بناتي مع بنات حد، أي حد بقى، أي حد إن كان يعني. همنع التصوير على الأقل. البنات الأبرياء دي الملايكة دول ملهمش ذنب، لا ليها يعني ما يخصهمش، ياخدها ما ياخدهاش تولع هي وياه، ما هم بناتي وبنات غيري ملهمش ذنب. فأنا يا حبيبتي بنبه، وربما يكون سمعني أحد الرجال ويكون في حد بيغويه، فأنا بنبهه خلي بالك دي خطط تحاك، في خطط تحاك. فيا حبيبتي أنا لا أشهر بأحد، ويعني عايزة أقول لك لما القصة، وهي للأسف قصة حقيقية ومن محيطي، فلما القصة وصلتني أنا اعرف إن هي يعني وصلت أمة لا إله إلا الله. فأنا أبعد ما يكون عن الحكاوي والله، يعني أنا ما بحبش حكايات ولا أفتش عن خصوصية أحد أبدا أبدا أبدا، ولا عمري يكون في بيتي سيرة حد. يعني دي بالمختصر المفيد. وانتي لو شفتي ريم دي في الشارع، أو حتى أقول لك إيه، أنا لو شفت ريم في الشارع دي مش هعرفها على فكرة يعني. فأنا لا أفضح أحد، بس أنا بوري فكري يا أختي، بوري فكري. والقصة لا تعنيكي ولا تعنيني، ويولعوا هما الاتنين مع بعض. أنا بوري فكر وخلوا بالكم. اللهم بلغت اللهم فاشهد. نرجع يا بنات لحكايتنا. عم الجنايني ده سأله المهندس بيقول له خلينا نسميه بقى إيه،
نسميه عم أحمد. وعلى فكرة اسم ريم هو ليس اسمها، أنا قلت ريم على أساس إن هي بنت جميلة، فأنا لا أشهر باسمها، هي مش اسمها ريم، بس أنا عشان أنا في القصة اللي فاتت يا بنات قلت ما قلتش اسم أي حد، فعشان تبقى الحكاية كلها ما فيهاش أسماء، فأنا حبيت أحط اسم على أساس إن أنتوا تفهموا مين أنا بحكي عن مين. ماشي يا حبيبتي، ما تزعليش مني، وإن كنت يعني جرحت إحساسك في شيء فمعذرة. نعود يا بنات للقصة. المهندس سأل عم أحمد قال له إيه؟ قال له يا عم أحمد أنت ليه ما بتنزلش لبيتك أجازة زي الناس يعني؟ قال له يا بيه هنزل ليه؟ أنا عندي ولد وبنت، وزوجتي متوفية من 3 سنوات. البنت متزوجة في مكان بعيد عنه خالص، والولد يا حبيبي كان كل حياته، كان في الكلية وكان متفوق جدا. فقال له كنت بنزل، وكانت أحد الجارات، واحدة ست كبيرة كده قاعدة قدام البيوت، طبعا المنظر ده معروف، فبتقول له وهو راجع من المزرعة، بتقول له يا عم هو يلقى عليها السلام، فبتقول له والله يا عم أحمد اللي يسمع صوت التنظيف في بيتكم يقولش 5 ستات في البيت، وهو حتة عيل واحد. فقال خدت الكلمة ودخلت على ابني، وبعدها والله ما رأيت خير في هذا الولد. قال تحول بنسبة 360 درجة، من الإهمال لأنه ما راحش الكلية، لأنه بقي ياخد فلوس من أبوه بالعافية وإن مدهوش يسرق منه، وساءت الأمور إلى أبعد حد. وفي الحتة دي الشيء بالشيء يذكر، أمهاتي الفضليات اللي قاعدين قدام البيوت، النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف ستات قاعدة قدام البيوت كده في الشارع قال لهم إيه؟ قال لهم خدوا شوية حجارة كده وقولوا سبحان الله سبحان الله، قولوا الحمد لله، اذكروا الله بأي ذكر، اذكروا الله يا حبيباتي. يعني اعملي رصيد ليكي وانتي قاعدة، اعملي رصيد ليكي يا أمي. يعني كلمتك دي يعني انت ربما لا تلقي لها بال، وربما قلتيها كده، لكن يا أمي عين الحبيب غلبت عين الحاسد، عين الحبيب غلبت عين العدو. فأمي الحبيبة انت بتبصي لهم بصة بإعجاب، وبصة بهذا اسمه حسد يا أمي. قولي ما شاء الله، قولي لا قوة إلا بالله. يعني اللي يشوف مننا حاجة حلوة في أي حد، في كلامه، في أسلوبه، في لبسه، في معيشته، في أبنائه، فليدعو له بالبركة وليقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا بنات ربما يعني يكون الواحد عنده يعني ربنا اداله أولاد، ولكن منع عنه أشياء كثيرة جدا يعني لا يعلم بها إلا هو. ربما اداله مال أعطاه مرض، ولكن الرجل لا يفصح. ربما أعطاله نعمة ما وأخذ منه شيء آخر. وإحنا كلنا والله زي بعض، كلنا ده مدي زي ده، ده مدي زي ده، ده مدي زي ده، محدش أفضل من حد. ونحن في دنيا، نحن في دنيا، يعني إذا حلت أو حلت، انت ما تشوفيش حاجة حلوة عند حد وتبصلها بعين إعجاب، ربما تكون الحاجة الحلوة دي طبطبة لهذا الرجل على الحاجة اللي هو يملكها. الولد اتغير حاله بنسبة 360 درجة، وعم أحمد كره البيت باللي فيه وسابها لابنه، وما عادش بيروح إيه، بيروح يعني للبيت عشان يطمن عليه. يعني الولد ساء لأبعد حد. وربنا يكفينا ويكفيكم شر عين تصيب الجسد فتمرضه، والعقل فتذهبه، والحال فتغيره، والخاطر فتكسره. ربنا يبعد عنا وعن أولادنا يا رب العين والحسد والنفوس الخبيثة. وقبل ما أكلم حبيبتي اللي سألتني عن تربية الأبناء، حابة بس أقول لكم إن في الفيديو ده يا بنات إحنا جبنا الخضار والتسويقة، وجبنا اللهم صل على النبي عدس. العدس يا بنات هو أنسب غذاء أو أنسب شوربة يعني للناس اللي بتكره العدس، فهو أنسب شوربة لحالات الإنفلونزا اللي زي حالتي. الله المستعان. العدس بقى ب56 عندنا يا بنات، الكيلو ب56. أنا طبعا حطيت معاه بطاطس وكوسة وجزر، ما كانش عندي جزر، فلو عندك جزر حطي، وفلفل وبصل وتوم، وحطيته مع مع العدس.
وبعد كده ايه حبيباتي، رودي كملت طبخ العدس، وانا اخدت الملوخية اللي باباها جابها وورقتها، عشان يا بنات الملوخية ما تقعدش هتبهدل الدنيا، وهيبقى ما يعني بورقها وبغسلها وبحطها في مصفى كده واحطها في التبريد، لان انا هعملها تاني يوم ان شاء الله. فظبطتها يعني. والثوم اللي بان على الملوخية ده يا بنات ده توم للعدس، مش توم للملوخية ولا حاجة، ده توم للعدس. بعد ما طاب البطاطس والخضار والعدس، هو ما بياخدش وقت كتير يا حبيباتي. فبضربه في الخلاط، بقفل النار على البوتاجاز وبضربه ايه في الخلاط. الله المستعان على كل حال. بعد ما بضربه في الخلاط برجعه تاني للحلة، وبعد كده بعمل له ايه، بعمل له الطشة بتاعته بالتومة والدهن طبعا اللي كان عندي. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا شايفين سيقان بتمشي وتيجي كده، فالسيقان دي يا بنات بتساعدني في المواعين. فأنا طبعا عملت الغسالة بتاع المواعين عارفينها، ف لأن طبعا الحالة الصحية لا تسمح بالوقفة، فبغسل كده وبدي لابنتي وهي ايه بتكمل على الحوض. وبعد ما قربت تخلص المواعين معايا، اكتشفت ان الحوض عالي عليها، فاخدت الكرسي اللي هو البنفسجي ده وقالت لي يا ماما انا هركب عليه على اساس احصل الحوض. طيب وانتي من بدري كنت بتعملي فيه؟ قالت لا خلاص يا ماما معلش بقى عشان ابقى طويلة وكبيرة زيك. بنتي يا بنات رايحة تالتة ابتدائي، ادعوا لها بالله عليكم. ف... فساعدتني ربنا يساعدها. السيكون ده اللي بتمشي وتيجي بيساعدوني بقى، مصرين ان هم ايه يعملوا زي رؤية. فالله المستعان. دول الصبيان يعني. فالله المستعان. فكنت بكلمك يا حبيباتي عن التربية. وطبعا في آخر الفيديو هتشوفوا معركة شديدة بيني وبين الأخت خديجة في آخر الفيديو. معرفتش جت وشالوها وتيجي ويشيلوها وأصرت بقى إن هي تدلو بدلوها. فهكلمك يا حبيبتي عن التربية. التربية بالظبط زي يا بنات فنجان القهوة ما بنعمله على عين البوتاجاز. شفت احنا بنعمل القهوة ازاي على عين البوتاجاز؟ بنحط المية ونحط عليها القهوة ونحط السكر ونحركهم، وبعد كده نحطها على عين بوتاجاز هادية. بالظبط كده زي التربية بالظبط. أبنائنا هم فنجان القهوة ده، والتربية في حد ذاتها ده عين البوتاجاز. وده يا بنات مش تشبيه للأمانة، لكن تشبيه أحد الأفاضل كنت بسمعهم، والله لو فاكرة اسمه لأقوله لأنه يستحق. فقال إنه التربية دي زي عين البوتاجاز، إن عليتي النار على القهوة هتفور، وإن شلتي عينك وإن عليتي النار عليها هتغلي، وإن شلتي عينك عن القهوة هتفور وهتبوظ الدنيا. هكذا التربية بالظبط. إحنا يا بنات مفروض على طول عنا على أولادنا، ولكن فيه سن يا حبيباتي أنا بختلف معاه مش بختلف ولكن بضيف إن فيه شيء بيقول في علم التربية، بيقول إن التغافل نص التربية أو التجاهل نص التربية. يعني يمكن هتشوفوني هنا بعمل ايه، بغسل مخرطة. المخرطة ايوه والله ما كانت عندنا ملوخية ولا حاجة ولا جبناها، ولكن دي نزلها ابني وكان عاملها دركسون للعربية اللي هي الكنبة، كان راكب على الكنبة وحاطط جنبيه مخدات وكده وعامل زي ايه كابينة عربية وبيسوق. ففكره بقى جاب له ايه، جاب له المخرطة ان هو يعملها الدركسون، وجاب له النشابة اللي كنت بفرد بيها العجين، واللي حبيبتي سألت عنها وقالت لي هي النشابة دي ايه. النشابة دي يا حبيبتي عمود المروحة بتاعنا، اللي هي المروحة القديمة اللي باظت، فأنا استغلتها. يلا بما ان البرستيج في ذمة الله فدي بجملة يعني. فالله المستعان. فابني كان بيسوق العربية بتاعته بالمخرطة، فأنا تغفلت يعني ما حبيتش أعملها مصيبة بقى، وانت ازاي تنزل المخرطة وتجيب العربية وابني رايح أولى ابتدائي، وتجيب العربية وتجيب المخرطة وتعمل عربية ومن هذا ايه ومن هذا القبيل. أنا تغفلت، الولد لعب لعبته وقضى فكره وقضى وقته وحاجة بسيطة يعني. أنا ما وديتوش للملاهي حبيبي ولا حاجة، ده هو على قد إمكانياته الولد اخترع لعبة وقعد يلعب، فعادي يعني. هو بكروكس أزرق ده.
فعادي لعب وخلص لعب، فأنا تغافلت. لكن ده سن صغير ينفع فيه التغافل، عشان ما نكدش على الولد ولا نكد على نفسي ولا أعلي صوتي وافضح نفسي في البيت. لا، أنا تغافلت. لكن فيه سن لا ينفع معه التغافل ولا التجاهل، وده السن اللي ضحكوا علينا وقالوا إيه؟ سن المراهقة. هو سن تحمل المسؤولية. ده بالظبط هو التربية، وهو فنجان القهوة. ده اللي هو عيني عليه بالظبط. أنا بزرع في فترة الصغر دي، بزرع. واحنا طبعا يا ولاد بنلم اي عيش خالص، بس دي طبعا هي ما حدش شافها مننا، ولكن هنلمها برضو. ما بنرميش العيش خالص، دي نعمة ربنا، احنا ما بنرميهاش خالص. احنا عندنا في البلد مواشي كده، وحد يعني ربنا يكرمه بيساعدنا فيها، فاحنا اي عيش ناشف بنوديه للمواشي دي، ما بنرميش اي عيش ناشف ابدا. الله المستعان. كوكا طبعا ما كانتش شايفاه، كوكا يعني رؤية ما كانتش شايفاه، هي شاطرة، ما نعملش كده احنا. ف يعني لو ربما حد يسأل أو يتضايق من هذا المنظر، الله المستعان. ولكن ده تغافل يا ولاد، ده تغافل يعني. فنص التربية في سن الصغر في التغافل، يعني عشان ما تنكديش، سيبيه يلعب، خليه يعمل اللي هو عايزه، سيبيه يلعب، ده لعب، سيبيه يلعب وانت العبي معاه كمان. طيب، لكن في فترة ما ينفعش عنها التغافل، يعني هي فترة التحمل المسؤولية دي. فهي بالظبط زي فنجان القهوة، عيني على الولد على طول. وربنا يا بنات يصلح أبنائنا. فيه كان حاجة بتقول المتربي من ربي، والله هذا حقيقة. يعني نحن لا نربي الأبناء، ولكن نسأل الله أن يربيهم لنا ويساعدنا. والصحابة يا بنات كانوا بيستعينوا بالله في لو حد هيربط الحذاء بتاعه، فكان بيستعين بالله في ربط الحذاء أو في تخييط الحذاء أو شيء من هذا القبيل. يعني في أبسط الأمور كانوا بيستعينوا في الله. فنحن لا يعني ما نغفلش عن الاستعانة بالله. واللي سمعنا من أول القناة يا بنات، الدعاء سحر، الدعاء سلاح من لا سلاح له. والله يا بنات الدعاء ساحر. طبعا يا بنات هم بيجيبوا لي المواعين وبيجيبوا لي مية أشرب. وما تنسوش المية يا بنات، المية جميلة جدا. طيب، في حاجات أنا بعملها مع الولاد. وعلى فكرة يا بنات، أنا يمكن حد بعت لي على عصبية الأب. والله يا حبيبتي، عصبية زوجك ده لا تأتي شيء في عصبية زوجي، ولكن أنا بدير الأمور في السياسة. يعني سياسة الأمور، أنا ما بقفش قدام زوجي أبدا وهو بيعاقب أي ابن، مع إنه كأنه بيعاقبني أنا، لكن ما بقفش ولا أقف ضده أبدا في إنه مثلا بيوجه طفلة أو بيعنف طفلة أو بيشد، لأنه أنا أعرف إنه هو بيحبهم أزيد من نفسه، والله العظيم. لكن هذا طبع، هذه تربية، هو تربى تربية عسكرية فبيطبقها على العيال، وأنا تربيت تربية مختلفة عنه. ففي بعض الجمل يا بنات أنا بستخدمها مع أولادي لما مثلا بيعملوا إيه حاجة يعني مش كويسة. مثلا بنتي بقول لها والله أنا بحبك، بس ما حبيتش تصرفك ده. ومثلا ممكن تقول لفظ لاخواتها او ولد يقول لفظ لاخوه، بقول له والله انت لسانك حلو، لكن لفظك ده مش مناسب ابدا ان هو يتقال كده، يعني عيب، عيب تطلع منك انت. والله الولد بيتكسف واحس ان هو خجل، ويعني ما يعيدهاش قدامي ابدا. واحيانا بقول لهم ايه، عندي يعني بعض الاولاد اسلوبهم صعب شويه، يعني مش كل الحاجه سهله زي ما انا بوضحها لكم، لا والله في صعوبات كتيره بتواجه الواحد، ولكن يعني بالقراءه والاطلاع، وان الواحد يتعلم ويسمع حكايات. يا حبيبتي اللي تقولي القصة لا تعنيني، والله أنا بتعلم من قصص الآخرين. فالعاقل من اتعظ بغيره، والجاهل من اتعظ بنفسه. يعني أنا بغضب من أبنائي أحيانا، بس ما خصمهمش أبدا، ما خصمش ابني أبدا. ودايما لما يعمل حاجة حلوة بمدح فيه وأشكر فيه. ويعني لكن هو طفل، هم أطفال ما زالوا أبنائي في الابتدائية والإعدادية، يعني لسه عندي أول بنت يعني داخلة أولى إعدادي. فأنا لا أذمهم أبدا، ولا أنا بعنف وزي أي أم، ولكن ما بخصمش يا ولاد. ما تخصموش الولاد وتعلموهم على الخصام والهجران، وإنه يهجرك. لا، انتي تسايسي ابنك، تسايسيه وتعلميه، يعني الحاجة اللي انت عايزاه يعملها وهو كبير تقوليها له وهو صغير، تقوليها له، تفضلي تغرسي فيهم كده.
عشان لما يكبروا يا بنات الطلب انه مثلا بوس ايد ماما لما تعمل حاجة، لازم يا بنات يقبل ايدك ابنك، لازم يقبل ايدك ولازم يدعي لك. ولادي حتى لو طبخة، يعني عندي ولاد ما بتحبش العدس اللي احنا عاملاه، ما بتاكلش العدس، ولكن يقولوا تسلم ايدك يا ماما، لازم هو يقولها، لان عارف لو هو ما قالهاش انا هزعل منه، وهو يقول تسلم ايدك يا ماما عشان بكره وبعده يتعلم. حتى لو ربنا كرمه ببنت حلال يقول لها كلمة حلوة يطبطب عليها، ما يبقاش يعني يزرع، يعني انا بزرع فيه بعلمه حاجات عشان بكره وبعده تنفعه. نسأل الله العفو والعافية يا رب في الدنيا والآخرة، وأن لا يحزننا في أبنائنا ولا يكسرنا في أبنائنا أبدا يا رب. اللهم لا تحزني في أبنائي، لا في تربيتهم ولا في تعليمهم ولا في دينهم ولا دنياهم يا رب، وأن تصلحهم وتصلح بهم يا رب. اللهم اصلح لي أبنائي واصلح بهم يا رب. اللهم اجعلهم هداة مهديين يا رب، اجعلهم صالحين. رقية خدت الكرسي بعد ما قربنا نخلص المواعيد. وطبعا يعني اللي شايف الموقف وهي بتساعدني، طبعا في أطباق بتقع، في حاجات بتقع، كتر خيرها، يعني أنا ما بعنفهاش، هي حبيبتي هتلف وترجع تلمهم، فأنا ما بعنفهاش. يعني اللي بيعمل لي مش لازم تعمل كده، انت كان عملت كده، مش دلوقتي خالص، ما ينفعش اقول لها كده خالص. تسلم ايدك يا قمر، ساعدتيني، ساعدك ربنا. وهي بتقول لي ادعي لي يا ماما، ادعي لي عشان ادخل الجنة، وهي عارفة ان دعاء الام مستجاب. وولادي كلهم، يعني أولادي كلهم بيخافوا إذا دعيت عليهم، يعني أنا ما بدعيش أبدا، دايما لازقة في لساني كلمة إيه، ربنا يصلحكم يا شيخ، يا رب يصلحكم يا شيخ، تعبتوني كده. لكن ما أقدرش أدعي، والله ما أقدرش أدعي على أبنائي أبدا. يا بنات اللي تبكي عليه العين ما ندعيش عليه، اللي عينك تبكي عليه ما ندعيش عليه. شفت اللي جاية من غير كروكس دي الكبيرة دي، يعني أنا أتعصب ولا ما أتعصبش، يعني دي داخلة المنور من غير الكروكس، لا ده لابس كروكس، دي نقطة خلاف بيننا. يعني بصوا كروكس كروكس من فردتين مختلفتين، المهم يدخل لي بكروكس، ما تدخلش المنور من غير كروكس عشان رجليه ما يعفنش ويدخل بيها جوه البيت يعفن لي البيت. الله المستعان. طبعا هي انا معلماها ازاي تشطف المواعين شطف كويس، وده بيناولني ايه المواعين. ساعدوني والله يساعدهم ربنا يا رب. ووصلنا يا بنات إلى هذا، أتمنى أكون وصلت لكم فكرة في هذا الفيديو حبيباتي، وأرجو منكم الدعاء، وأرجو منكم الاشتراك في القناة ورفع الفيديو باللايك. يا بنات يا بنات أنا بسمع معاكم الفيديو أول ما ينزل على فكرة، رغم إن هي يعني لا تحسب لي مشاهدة يعني، ولكن أنا بحب أشوف كأنه عيل من عيال يطلع لكم والله العظيم. فأنا بسمع معاكم الفيديو بلاقي مثلا ممكن 50 مشاهدة، ولاقي 5 6 إعجابات. ليه هو الكلام مش عاجبكم يعني ولا إيه؟ يعني قولوا لي يا بنات في التعليقات. حبايبي طبعا اللي شهادتهم فيا مجروحة، البنات اللي بتحبني، مش عليكم انتوا، أنا على يا قلبي أهجت ولا الخناقة هتبدأ دلوقتي. والله فضلت أزغزغها وأعملها عشان البنت تغير تفكيرها. فهي بص هي هتغسل معايا، يعني هتغسل معايا، لا ما تغسليش أبدا. الله المستعان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة لا تعد، والله بزغزخها، صلاة لا تعد ولا ترد ولا يعلم بفضائلها أحد. وأسرت سلام سلام يا بنات.